فيلمنا النهاردة بيحكي عن صراع الشيطان ضد الإنسان، وبنشوف في البداية شخص بيجري في منطقة معزولة وبيحكي لنا عن المرة اللي كان هيموت فيها، وإزاي إن في حد قدر يتغلب عليه بذكائه. وبيقول أنا مش هينفع أحكي لكم من الأول، لأني لو حكيت من الأول هنقعد نحكي للأبد، فهحكي لكم من أقرب نقطة، حكاية ريس. وبنرجع فلاش باك للمحقق جوني هوبس لما قبض على مجرم اسمه ريس، وبيكون المجرم ده مجنون وبيقول فوازير غريبة وترانيم بلغة غريبة لجوني جوه الزنزانة، وبيمسك ايده وبيفضل يتمتم بكلام بلغة مش مفهومة. لكن جوني مش بيحط في دماغه، وبيكون بيصور فيلم وثائقي لحياته ولجرائم ريس، وبيبقى اعدامه مباشر قدام اكتر من شخص. وبيفضل ريس يغني وهو بيتم اعدامه اغنية من الستينات اسمها الوقت لصالحي، وبيموت ريس. لكن النهاية مش بتكون مع ريس، ومش بتكون نهاية القضية زي ما كانوا فاكرين. وجوني مش بيكون عارف ان الروح الشريرة اللي كانت جوه ريس بتلبس شخص تاني، وبيبدأ يقتل بنفس طريقة قتل ريس، وبيتصل بجوني بالليل في وقت الجريمة. وبتبقى الروح الشريرة دي هي عزازيل، اللي بيقدر يدخل في اي جسم سواء انسان او حيوان، لانه مجرد روح، وبيراقب جوني من كل مكان، واللي بيبقى حاسس ان في حاجة غلط وان كل الناس بتتتبعه في كل مكان، وبيبقى شاكك في الكل. وبيبدأ يراجع ملفات قديمة، وبالفعل بيلاقي معنى اللغز اللي قال عليه ريس، وبيكون اللغز اسم الضابط روبرت، واللي اتشطب اسمه من لوحة الضباط لانهم اتهموه بالفساد، ولان كل الادلة ضده. فبيقرر روبرت ينهي حياته، وبيبقى عزازيل مقرر يعمل كده مع جوني، لان جوني مش خايف منه فما يقدرش يدخل جسمه، لكنه بيوعده انه هيدمر حياته من فوق ومن تحت ومن الشمال ومن اليمين، وهيبقى حواليه من كل مكان ومش هيسيبه. ولو معرفش يدخل جواه عنده طرق تانية، وبتكون هي دي الترنيمة اللي كان ريس بيقولها. وبتحصل جريمة قتل، وبيستغرب جوني ان المقتول هو نفسه الشخص اللي قابله في الشارع قبلها بيوم، وكان باين انه بيبصله كأنه يعرفه. وبيبقى حرفيا شاكك في كل اللي حواليه، وقرب يتجنن من الاحداث الغامضة. وبيكون القاتل المرة دي فعلا الضابط شريكه، لكن وعزازيل جوه جسمه. وبيروح لبيت الضابط اللي اتمسح اسمه، ومش بيعرف يوصل لحاجة غير لبنته جريتيا، وبيحاول يفهم منها لكنها بتخاف تتكلم، وبتنصحه يقفل القضية لانه مش فاهم حاجة او مش عارف هو بيواجه مين، ومش بتديله اي معلومات. وبيمشي، وبيروح بعدها لاخوه وابنه، واللي بيكون ما عندوش غيرهم اللي فاضلين من اهله. وبيرجع لمكتبه ويشوف القضية وصلت لايه، وبيراجعوا الشريط اللي سجلوه ريس، وبيوصلوا لمترجم بيقول لهم انها لغة عتيقة قديمة جدا وهو ضعيف فيها، لكن بيجتهد انه يترجم الترنيمة. وبتطلع فعلا الترنيمة لعزازيل، وكلام موجود في الكتب القديمة. وده بيعرفه جوني لما بيفضل يبحث، وبيوصل لبيت قديم يخص عائلة روبرت الضابط اللي مات، وبيشوف كتب هناك بتحكي عن الشيطان وانه عدو الانسان الاول والاخير. وبيرجع لبنت روبرت وبيحاول يتكلم معاها، لكنها بترفض تاني وبتتهرب، وبتقول له كلام مش مفهوم بالنسبة له، زي انهم عاملين زي المافيا وهم موجودين بس مش موجودين، وان في قضايا كتير مش هيقدر يستوعبها. وبيرجع تاني للمكتب، والقضية بتتعقد اكتر لان السجلات بتقول ان الضحايا كلهم ماتوا بنفس الطريقة اللي ريس بيقتل بيها. طب ازاي وريس مات؟ وبيفهم ان عزازيل كان بيتحكم في ريس، وبيفضل ينتقل من شخص للتاني عشان ينقل الفوضى، ويستهدف جوني تحديدا. كل ما بيقرب للحقيقة كل ما الضغط بيزيد عليه وبيكتر. لكن بيفهم من الدكتورة جريتيا ان القتال ومحاربة المخلوقات والكائنات دي موجود من قديم الزمن، وان عزازيل ممكن يضعف لو ملقاش جسم يعيش فيه لفترة طويلة. وبتبقى طريقة عزازيل انه يوقع جوني في مصيدة، ويستغل السلطة وعامة الناس والاحداث، ويطلع جوني انه مجنون او عقله راح او انه مجرم وهو الشر بعينه. وبتبقى خطة جوني المستقبلية انه ينهي حياته ويخلص على نفسه عشان يخلص من عزازيل للابد في مكان فاضي وبعيد عن البشر. بس لحد هنا وجوني بيكون لسه مش مدرك الصورة كاملة، وقد ايه اللعبة خطر مع عزازيل، وانه مش بيواجه كيان عادي، لكن ده كيان عارف العيب ونواقص ونقط ضعف كل اللي حواليه. وبيقرا جوني كتاب عن الشياطين بيقول انهم بيتتبعوا الاشخاص اللي اعمالهم صالحة، مش مجرد اي اشخاص، وبيوقعوهم في شر اعمالهم وبيشوهوا حياتهم. فبيروح لجريتيا تاني عشان هي اللي عندها الاجابات، وبيسألها هم مين؟ انا مش فاهم حاجة. فبتفهمه ان في احداث غريبة وفي كائنات ملعونة بتضطر عشان تعيش انها تعيش جوه اجساد بني ادمين، لكنه مش بيصدقها ومش بيبقى فاهم. وبيفضل جوني يقول لها انه محقق ومش فاهم كلامها، لان شغله كله بالحقائق والادله والاشياء الملموسه بس. فبتفهمه ان ريس في الوقت اللي هو شافه وقبض عليه ما كانش على طبيعته، ولكن كانت روح عزازيل فيه، وبتكون صفاته انه سادي وبيستمتع بعذاب البني ادمين، وبيحب الغنى، وبيستعمل ايده الشمال، وبيستمتع بالقتل والتخريب والتعذيب. وبتبقى دي نفس الطريقه اللي دمر بيها حياه ابوها. ومن اللحظه دي بيبدا يشوف عزازيل في كل اللي حواليه، في مكتبه وفي الشارع ووسط الناس، لانه بينتقل باللمس. وبيلاحق بعديها جريتيا، وبيلاحق جوني في كل مكان حرفيا، لدرجه ان جوني لما بيوصل
بيوصل الشغل المدير بيفهمه انهم شاكين ان هو القاتل، وانهم لقوا في مكان جرائم القتل العملات بتاعته وفيها بصماته، وبيقول له حاول تفصل وتشوف عيلتك. وبيروح البيت يشوف ابن اخوه فوق الشجره وجنبه صاحبه وبيشاور وبيسلم عليهم، وبيلاقي اخوه مخبي عينه وبيساله مين ضربك، فبيقول له ان ابنه، وبيتحايل عليه ما يعملوش حاجه، بس بيبقى مش هيعمل له حاجه لانه عارف انه مش هو، وبيروح له وبيتكلم معاه، بس بيفهم ان عزازيل مش جواه لكنه جوه صاحبه، وبيطلع يجري ورا صاحبه في كل مكان. وبيبقى عزازيل بينتقل باللمس بين الناس، فبينتقل جوه راجل من اللي في الشارع وبيكون معاه مسدس وبيبدأ ضرب نار على جوني، فبيضطر يقتله. ولكن عزازيل بيروح لجسم بنت تانية معدية في الشارع بكل سهولة، وبيروح يتكلم مع جوني وبيفهم اللي فيها، وبتيجي الشرطة وبتكون بتحقق في اللي حصل وبتسأل الناس، والناس بتقول ان ضرب النار كان من الراجل الاول مش من الضابط. وبيروح جوني البيت بعد يوم طويل، وبعد ما مديره بيقول له انهم لسه شاكين فيه وهياخدوا منه شرطه وكمان المسدس هيسلمه، وبيروح البيت وبيغطي ابن اخوه وبيدخل ينام، وبيصحى يلاقي الشباك مفتوح واسم ابن اخوه مكتوب على المرايه، وبيسأل على اخوه، لكن ابن اخوه بيقول له انه لسه نايم، وبيشكره انه غطاه امبارح. فبيقول له انت حسيت بايه؟ قال حسيت ان حد بيزغزغني في صدري. فبيبص على صدره بيلاقي حروف مكتوبه من عزازيل، وبيدخل لاخوه وبينهار لانه مات بنفس الطريقه البشعه وبنفس السم بتاع ريس، فبيعيط ومش بيقول لابنه حاجه، وبياخده وبيهربوا في المترو. وبعدها بيتصل بيه شريكه وبيقول له انهم جايين يقبضوا عليه، وان الشهود غيروا كلامهم وقالوا ان الضابط هو اللي بدأ ضرب النار العشوائي، وبكده بقت كل الادله ضدك في القضيه وانك المتهم الاول. وبيشتري سجاير وهما في المترو، والولد بيساله مش انت بطلت؟ فبيقول له اه. فالولد بيساله احنا ليه مشينا من غير بابا؟ فبيقول له انه كان نايم، وبيروح لجريتيا وبيقول لها انه مفيش مكان تاني يروحه، وبيقول لها تخلي بالها من ابن اخوه وتروح بيه مكان هو نفسه ما يعرفوش، وانه ما عندوش غيرها دلوقتي. وبيقول لها ان عزازيل ممكن يموت لانه فاني زيه زينا، بس هيحتاج يكون في مكان ما فيهوش بني ادم على مسافه 500 متر، وانه بيفكر في حاجه ونفسه تحصل عشان يقضي عليه. وبيصحي ابن اخوه وبيقول له يفضل معاها. فابن اخوه بيساله على ابوه تاني وبيقول له هو مات مش كده؟ فجوني بيقول له ايوه. فالولد بيساله هيخش الجنه؟ فجوني بيقول له لو في حد يستاهل الجنه فهو بالتاكيد ابوك، وايا كان اللي هتسمعه عني فاعرف اني عملته علشانك. فبينام الولد وهو بيتمنى كل حاجه ترجع زي الاول. وبيمشي جوني وبيروح لبيت روبرت في الغابه، وبيبقى مستني حد، واول ما بتظهر عربيه بيفضل يقول كلام بلغه غريبه ومش مفهومه نهائي. فبيظهر المدير بتاعه ومعاه شريكه بيتكلموا سوا، وبيبقى مش هاين على شريكه يقبض على جوني، وبيقول للمدير ممكن نرمي العربيه في البحر ونقول اننا ما نعرفش حاجه عن جوني. فبيرفض المدير وبيقول مش من حقنا نحكم عليه. فشريكه بيقول له تصدق كل ما بشوف حاجه بحس اني شفت اقصى حاجه، ولكن دايما الدنيا بتفاجئك. وفجاه بيقتل المدير، وبيفهم جوني ان عزازيل في جسم شريكه، وبيفضل يغني الوقت لصالحي وبيجري وراه، وبيبقى عايز يقتل جوني او يخش جسمه ويعمل شويه جرائم باسمه، بس جوني بيتغلب عليه وبيضربه بالنار وبيشرب قدامه سيجاره. فشريكه بيقول له انت مش كنت بطلت؟ فجوني بيقول له اه بطلت، بس دي مش سيجاره عاديه، دي سيجاره فيها السم اللي انت قتلت اخويا بيه، وهنموت انا وانت، وصعب انت كمان تعيش لان مفيش انسان قريب مننا هنا غير على بعد اميال. وبيغني جوني اغنيه الوقت في صالحي بتاعت عزازيل عشان يغيظه، وبعدها بيضرب شريكه بالنار، وبيخرج عزازيل من جسم شريكه وبيدخل في جسم جوني وبيحاول يهرب قبل ما تبقى دي نهايته. وبنرجع لمشهد البدايه بتاع الفيلم، وبيفضل عزازيل يجري وهو في جسم جوني عشان يلحق يخرج من المنطقه المعزوله ويلاقي كائن حي يتنقل ليه قبل ما جوني يموت، ويموت هو كمان معاه، لكنه مش بيبقى لاقي اي مخلوق تاني في المنطقه المعزوله دي، وبيبقى هيموت خلاص. ولكنه فجاه بيلاقي قطه، فبيستحوذ على جسمها وبيهرب، وبيحكي ان هي دي المره الوحيده اللي كان هيموت فيها بعد حياه استمرت الاف السنين. وبنكتشف ان اللي كان بيحكي القصه طول الفيلم هو عزازيل مش جوني. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.